في يوم زي أي يوم راجع من شغلك تعبان مش قادر كالعادة، ويا دوب لسه بتاخد نفسك، فجأة عينيك بتلمح مرايتك وبتقول ساعتها لنفسك ايه ده؟ انا كبرت اوي كده ليه؟ انا عجزت ازاي وانا لسه ما كملتش 30 سنة؟ طيب مبدئيا خليني أقولك إن social experiences that make you feel older، يعني بالعربي كده الخبرات الاجتماعية هي اللي بتخليك تحس إنك أكبر من سنك. ايه ده؟ يعني انا عندي خبرات اجتماعية؟ ما تفرحش قوي كده، الخبرات الاجتماعية مقصود بيها الأحداث الكبيرة والصدمات اللي في حياة الإنسان، زي مثلا إن حد قريب منك يموت أو يحصل له حاجة، وكمان مقصود بيها الحياة الغير مستقرة بما فيها من حروب وكوارث طبيعية وأسلوب الحياة نفسه. ايه ده؟ يعني انا خلاص كده هموت؟ لا بعد الشر عليك، زي ما الخبرات الاجتماعية مقصود بيها كل الحاجات الوحشة دي، إلا إنها كمان مقصود بيها التجارب والخبرات والأفكار وكم الحكمة والعقل والنضوج اللي عندك. مبروك أنت مش تافه. خليني أقولك إن دكتور دافيد روسيل بيقول إن عمر الإنسان مكون من chronological age، وده عمر الإنسان الواقعي المحسوب عليه، يعني الفترة الزمنية اللي هو عاشها. يعني مثلا لو أنت مواليد سنة 2000 ودلوقتي سنة 2016، يبقى أنت عشت بالظبط 16 سنة، يبقى الchronological age بتساوي 16، وده شيء بديهي طبعا وكلنا متفقين عليه وعارفينه. خليني أقولك الجديد بقى، عمر الإنسان زي ما هو مكون من عمر واقعي chronological age، إلا إنه كمان مكون من عمر شخصي أو عمر ذاتي بيتكون نتيجة الخبرات الاجتماعية وبنسميه subjective age، وده مقصود بيه عمر الإنسان الشخصي أو الذاتي، يعني عمر الإنسان المتكون نتيجة الخبرات والمواقف اللي اتعرض لها. يعني العمر الذاتي أو العمر الشخصي هو العمر اللي بيتكون نتيجة إدراك عقل وفكر الإنسان لحالته العمرية والخبرات الاجتماعية اللي لسه قايلينها. يعني السبجكتيف ايج هيزيد عندك كل ما تتعرض لمواقف وتمر بخبرات وتشوف أكتر وأكتر، وده اللي بيخلي شاب عمره الواقعي 20 سنة مثلا يحس إنه راجل عنده 50 سنة، وده نتيجة مرور الشاب بمواقف وخبرات كتيرة زي ما قلنا من شوية. وممكن يبقى العكس، ممكن تلاقي راجل بالرغم من إن عنده 40 سنة مثلا، بس تيجي تتعامل معاه وتبص لشكله تحس إنه لسه صغير، وده لأن الراجل ده ممرش بخبرات كتيرة في حياته أو ما تعرضش لمواقف كتيرة خلته يفكر ويشيل هموم أكبر منه. يبقى كل ما مريت بمواقف كتيرة في حياتك وبحثت ودورت وفكرت، كل ما تكون عندك خبرات اجتماعية، وكل ما زادت الخبرات الاجتماعية عندك كل ما هيزيد السبجكتيف ايدج، وده أكبر دليل على إنك مش تافه. يعني شكلك اللي أكبر من سنك بيدل على إنك شخص جواك خبرات ومواقف ولافف وشايف، وده أكبر دليل على إنك مش تافه. مبروك أنت مش تافه. بس بصراحة مش عارف أهنيك ولا بكيك على إنك مش تافه. الإنسان التافه هو بس اللي يقدر يستمتع بحياته ويعيش كل لحظة فيها من غير قلق وتفكير كتير. ولو مش مصدقني تعال معايا أحكي لك قصة صغيرة. في يوم من الأيام زي أي يوم عادي، مجموعة من الأطفال اللي بتلعب في الشارع كلهم فرحانين ومبسوطين، ما كانش في دماغهم حاجة غير اللعب والانبساط. وفجأة طفل من الأطفال اللي بيلعبوا خد باله من صندوق غريب موجود في وسط الشارع، فابتدى يسأل باقي الأطفال عن إيه اللي موجود في الصندوق ده. في اللي قالوا ما نعرفش وسكتوا، وفي اللي قالوا ملناش دعوة خلينا نكمل لعب، وفي اللي اتريقوا عليه عشان سايب اللعب وعمال يفكر في الصندوق. بس للأسف الطفل ده كان عنده فضول رهيب إنه يعرف إيه اللي جوه الصندوق. الطفل ما يأس، فضل يدور ويسأل، فضل يتعلم ويقرأ لغاية ما وصل لحقيقة الصندوق. أخيرا الطفل لقى إن الصندوق جواه عالم مظلم، جواه تعابين وعقارب وحيوانات مفترسة. في اللحظة دي الطفل حس برعب وقلق ولعن اليوم اللي فكر يسأل فيه عن حقيقة الصندوق. ما بقاش عارف يرجع يلعب تاني زي زمان، ما بقاش عارف يرجع يلعب تاني براحة وسلام داخلي زي زمان. التافه هو كل واحد ما فكرش يشغل باله بالصندوق، والصندوق هو الحقيقة اللي احنا عايشينها. عرفت دلوقتي ليه التافه هو بس اللي يقدر يعيش ويستمتع بكل لحظة في حياته؟ عاوز تفهم، عاوز تعرف، عاوز توصل للحقيقة، يبقى استحمل اللي هيجيلك من وراها، استحمل سوادها وكآبتها. أيوة هما تافهين وجهلة، بس تفاهتهم هي سر راحتهم وجهلهم هو سبب سعادتهم. عاوز تعيش سعيد خليك تافه، عاوز تبقى تافه ما تشغلش بالك بالصندوق. وصدقني ساعتها هضمن لك ان السبجكتيف ايج بتساوي الكرونولوجيكال ايج ويمكن اقل كمان.